رجعنا لكم مرة تانية. يمكن في ضيافتي أحد الإعلاميين الكبار في الوقت الحالي والمتحدث الإعلامي في نفس الوقت اتحاد الكورة الكابتن عزمي مجاهد، وأحد دايما اللي بيدافعوا عن الوطن بكل ما أوتي لهم من قوة. يعني كابتن عزمي، بتشرف بحضرتك وأهلا بيك، والبقاء لله في سيادة المستشار هشام بركات. يعني كنا نتمنى إن احنا نحتفل ب 30 يونيو بشكل جميل، ولكن طبعا هم عارفين قد ايه ان الشعب المصري هيكون بيحتفل بشكل جيد النهارده، لكن استهداف المستشار هشام بركات بشكل النهارده خلانا في حاله حزن الى حد ما. شايفه ازاي؟ انا طبعا بقدم التعازي للشعب المصري كله، لان ده محامي الشعب، صحيح، اللي بيدافع عن الشعب، وشخصيه محترمه ورجل عدل، رجل عدل. طبعا هم المستشار هشام بركات مستهدف لان هو كان واخد قرارات بمحاصره اموالهم، بصدره اموالهم، بفض النهضه ورابعه. كان راجل بيحب البلد وراجل وطني. فطبعا في شخصيات كتيره مستهدفه على فكره، كتيره جدا، عامه، شخصيات عامه واعلاميين وبتاع. بس الاعلاميين الخونه بتوع الطابور الخامس طبعا مش مستهدفين. يعني في مجموعه من الخونه، ويعني خونه للوطن. يعني يمكن انا كنت في الزياره مع سياده الرئيس في المانيا، وانا سالت سياده الرئيس قلت له موقف الدوله ايه من الاعلام الفاسد اللي هو بيتسبب في فتنه يوميه في مصر. صحيح. وبعدين بيطلبوا من الشرطه كابتن محمد ان هي تبقى ايه، الرئيس قال لك ان الشرطه تعافت، وعشان الشرطه تتعافى اخدنا مجهود كبير جدا جدا. اخد بالك لغايه دلوقتي يا كابتن، ما انا بقول لحضرتك اهو 2011 لحد الان يا سيدي الفاضل. المؤامره ما زالت مستمره، والطابور الخامس بيسعى فسادا. الطابور الخامس بيسعى فسادا في كل الاتجاهات. الطابور الخامس في الاعلام، الطابور الخامس في الدوله، الطابور الخامس في مؤسسات الدوله. انت عندك مؤسسات، انت عندك ماسبيرو المسيطرين عليه اخوان. يا جماعه مش الاعلام المصري ده، يا جماعه مش السيف والدرع بتاع مصر ده. صحيح. يعني ماسبيرو ده بجلاله قدره ده وعظمته ده يبقى واقف مستأنس جنب ما يحدث. ده ماسبيرو ده يبقى الكرباج، واخد بالك، اللي يضرب بيه كل اللي يتطاولوا على الدولة وكل المفسدين والفاسدين في الإعلام المصري. في مفسدين كتير جدا يا جماعة. صحيح. ومش عايز أقول أسماء وهم عارفين نفسيهم. أنا سألت الرئيس وإحنا في ألمانيا، قلت له يا سيادة الرئيس ما موقف الدولة من الإعلام الفاسد؟ الإعلام الفاسد ده يا كابتن محمد أولا بيعمل فتنة، عدم ثقة في الدولة، بينقل صورة غير حقيقية للخارج. وبعدين كل هيئة الاستعلامات، الرئيس كان بيزور ألمانيا، راح السودان، ألمانيا، بودابست، وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في كندا، ما لهمش علاقة. ورئيس الجمهورية هو اللي بيوضح الصورة للغرب. نعم، رئيس الجمهورية مستنيين اما رئيس الجمهورية يوضح الصورة للغرب. يعني هيلف على دول العالم، يا ناس اللي ما بتختشوش، يا اللي ما عندكوش دم، يبقى كل حاجة الرئيس لوحده. طب الرئيس لوحده يعمل ايه بقى؟ هنا الكلام بقى. النهارده حديثه مع أسرة الشهيد سيادة المستشار النائب العام شيء، يعني أنا كان الله في عونه طبعا. كان الله في عونه. هيلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ أنا لم أكن أتصور في يوم من الأيام إن بلدنا دي أو مصري يحمل جواز مصري وبطاقة مصرية بهذه الخسة. إيه ده يا جماعة؟ ده سهل قوي إن أنا أبيع بلدي، سهل قوي إن أنا أبيع شرفي، سهل قوي إن أنا أبيع عرضي. سببه إيه يا كابتن؟ سببه إن إحنا بنطبطب زيادة عن اللزوم. أنت بتشوف شباب رغم إن بيشوفوا إنجازات ممكن بتحصل على الأرض يقول لك لما تبقى ما هو اصل احنا برضو جينا في فتره كابتن محمد لازم نقول جينا في فتره كله ارجع ومحدش يخش الجيش. جينا في فتره مفيش مدارس، جينا في فتره مفيش علم بيتحيا. احنا لما كان واحد فينا يقف رجله مكسوره في تحيه العلم في المدرسه اتضرب على قفاه واتضرب بالجزمه. وصل الحال بينا
ان احنا بنتضرب، ان العلم بتاعنا بيتحرق. عدم الانتماء. ما هو ده، ما هو اللي بيحصل ده اللي انت بتشوفه في الشارع ده مفيش انتماء، عدم انتماء. وبعدين عشان لما حبارة اللي بيعترف على 25 واحد ويعيدوا محاكمته عشان 2 من الساده القضاه ما مضوش، لا عيب. تمام. عيب، وسايبينهم عشان يقتلوا فينا. لا طبعا. فين القضاء بتاعنا؟ صحيح. ليه نقعد 3-4 سنين وتلاقي في قضايا في يوم بتطلع بيصدر القرار؟ لا، انجاز القرارات وانجاز الاحكام يا جماعه مهم طبعا، ده شيء مهم. احنا معانا على الهاتف بس استاذ ايمن بدره، رئيس تحرير اخبار الرياضه. استاذ ايمن، البقاء لله. لا اله الا الله. كابتن محمد فاروق، بحيي حضرتك، بحيي الاخ العزيز البطل الكابتن عزمي مجاهد. وخليني بس ابدا بالايه الكريمه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. يعني بعزي طبعا الامه المصريه كلها في القامه القضائيه الكبيره السيد المستشار هشام بركات، وبحيي وبعزي مصر في مدير الطرق اللي استشهد بالامس ايضا في شمال سيناء، وبعزي مصر في كل شهيد من شهداء الحق سقطوا في مصر من بدايه تنفيذ المؤامره الصهيونيه يوم 28 يناير 2011 المسماه بالثوره، وبدايه تنفيذ الربيع العبري وظهوره على الارض. احنا بنتكلم النهارده على حادث كبير وأليم، ولكن هذا الحادث هو تداعيات للمؤامره اللي احنا للاسف الشديد حتى الان لا نريد ان نعترف بها. يعني بنقول الجزيره خاينه وعميله بس الثوره حلوه، البرادعي ايقونه الثوره، البرادعي عميل وصهيوني وكذا ولكن الثوره حلوه، النشطاء وضح التمويل وصبيان السفارات وما الى ذلك بس الثوره حلوه، الخراب حصل والسياحه اتضربت وضيعنا 14 مليار من دخل السياحه بس الثوره حلوه، فقدنا 36 مليار من دخلنا بس الثوره حلوه، شبابنا وجيشنا بيتم التآمر عليه بس الثوره حلوه. ثوره ايه اللي حلوه يا استاذ ايمن؟ ثوره الحراميه اللي بيقولوا عليها لا هو دي ثوره الرئيس السادات. هذه استاذ ايمن، عرفني يا كابتن. استاذ ايمن انت عارفني من اول يوم. تمام، بس انا هسأل حضرتك سؤال. الرئيس السادات سنة 77 كان قال ايه؟ قال ايه على انتفاضة الحرامية؟ يعني انتفاضة الحرامية دي مش ثورة، دي انتفاضة حرامية. دول انتفاضة وخونة لا سيبك، هي انتفاضة حرامية بتخش فيها بقى متآمر باع البلد. الدنيا اتلخبطت. انتفاضة حرامية بمعنى الكلمة يا استاذ ايمن. وعشان برضو مش معنى ان في ناس ابرياء اتضحك عليهم ونزلوا صحيح متصورين ان في خير لبلدهم انها مش مؤامرة. لا، الناس اللي نزلت متصورة واتضحك عليها بفعل اعلام الخيانة واعلام العار والفيسبوك وبعض من يسمون انفسهم بالنخبة المتآمرة التي تستهدف تدمير مصر، ومعظمهم معاه باسبورات اجنبية ومعظمهم يقيم في الخارج ومعظمهم له جنسيات مزدوجة. يا استاذ ايمن، احمد منصور قال لك انا معيش باسبور مصري. اقسم بايمانات الله وانا صايم ان احمد منصور حرامي رسمي بالمستندات. وبص يا سيد الفاضل، احمد منصور كان طالب في جامعه المنصوره، انا مش بتكلم كلام من الهوا. انا عارف الراجل ده كان بيسرق زمايله، كان يعني بدأ حرامي غسيل وانتهى بانه يسرق زمايله ويسرق محافظ وفي محاضر عديده جدا اللي عامل مناضل ده وانا بتكلم الكلام ده على مسؤوليتي يا كابتن محمد. انا معاك. حرامي رسمي. النهارده اسمع بيقول ايه على اغتيال النائب العام. كلام واحنا مستسلمين، اعلامنا مستسلم. صحيح. ليه؟ لان في مجموعه من الخونه بتدير المنظومه الاعلاميه في مصر. صحيح. ولا لا يا استاذ ايمن؟
أنا طبعا يعني أولا عايز يعني أحيي البرنامج أولا والقناة، لأنه في منبر وطني جديد اتفتح في القلة الوطنية اللي بتدافع عن بلدها. مهم طبعا يا أستاذ أيمن، مهم. حروب الجيل الرابع مهم. فأنا بشكركم جدا، لأن أنا ما صدقت لقيت في منبر إعلامي وطني جديد بيطلع عشان يتكلم لصالح ثوابت هذه الدولة. في حاجة اسمها إسلام سياسي. أستاذ أيمن أين يا أستاذ أيمن، اسمح لي أسألك سؤال، أين السيد نقيب المحامين اللي اتخانق محامي مع ضابط، وأي بتحصل في أي حتة، عمل منها قصة وعمل منها مواقف ومواقف أين موقفه النهارده من اللي حصل امبارح؟ ما وقفش ليه قدام النقابة؟ ما طلعش جزم ليه؟ ومسكها وصورة مرسي بدل ما يطلع وزير الداخلية؟ هم فين دول؟ الناس دي لازم تتكشف يا أستاذي. كابتن عزمي، مع طبعا كل تقديرنا للمحاماة كمهنة شريفة، أنا بقول أن هناك بعض الناس من المتآمرين من الخونة اللي هم يعني يحول أمر إنه ضابط قد يكون عصبي، قد يكون منفلت، قد يكون ما إلى ذلك، بياخد عقوبته يحولوها إلى جريمة، والإعلام يفتح أبواقه، وكل برامج التوك شو الممولة من الخارج واخد بال حضرتك تهول فيها. لكن لما يحصل اغتيال للنائب العام يمصمصوا شفايفهم ويقول لك هنعمل إيه؟ إرهاب. لكن واحد ضابط منفلت أو أمين شرطة أعصابه فلتت. المشكلة ما هم طالع عينهم يا أستاذ أيمن، ما الناس دي طالع عينها ليل نهار يا جماعه. ما انا بقول لحضرتك يحولها الى جريمه كبرى وتنقلب اليها الدنيا وما الى ذلك. في نفس الوقت اللي ما بيشوفش فيه انه في امريكا اللي هي طبعا بتقود هذا الديمقراطيه بيسحلوا الناس وبيضربوهم بالرصاص، والشباب اصحاب البشره السمراء اللي بيقتلوا كل يوم وتحصل يعني انتفاضات. انت منتظر من رئيس دوله يا استاذ ايمن، انت منتظر من رئيس دوله بيعترف بالمثليين وبيحتفل معاهم، خلاص الموضوع يعني يبقى الموضوع خلص. ان شاء الله سيلقى جزاء قوم لوط. استاذ ايمن، انا سيلقى جزاء قوم لوط هو وكل من عاونه. انا اخيرا يا استاذ ايمن، يعني برضو حضرتك متواجد وكابتن عزمي يمكن هساله نفس السؤال، دور الرياضيين ايه يا استاذ ايمن في حربنا ضد الارهاب؟ مغزي. دور الرياضيين لابد. وكابتن عزمي هيجاوبني برضو بعد ما حضرتك نقفل معايا. والله انا بقول لحضرتك ان احنا كلنا على مستوى المجتمع كله احنا مقصرين. احنا مقصرين تقصير شديد جدا، لانه الناس الوطنيين اللي بتدافع عن بلدها لابد انها تخرج وتعلي صوتها، لانه هؤلاء الناس بيخاطبوا الشباب، بيخاطبوا يعني طبقات. وايه رايك في الرياضيين اللي بيقبضوا بالمنظمات؟ لا طبعا. ايه رايك فيهم؟ في ثلاثه كاتبينهم. انا هاجي لك يا كابتن للسؤال. قول انا هاجي لك. انا بتمنى انه البرامج الوطنيه في الاعلام، لان احنا فعلا حروب الجيل الرابع هي حروب اعلام، حروب صحيح. بتنزع العقيده من الاولاد، من شبابنا الصغير، بتنزع منه وطنيته، بتسفه من وطنه، بتصفه من وطنيته، بتحاول تقدم له النماذج الشاذه على ان هي رموز، بتقدم له علاء عبد الفتاح، بتقدم له معرفش مين، معرفش اسماء لا داعي ان انا اذكرها، علاء الاسواني، اللهم اني صايم، كل هؤلاء النماذج واخد بال حضرتك لمعتها وخلتها. وطبعا في ايادي خارجيه بتعمل من ده اديب عالمي، وهو سارق قصص شيكاغو وغيرها، حرامي قصص من ده وبتعمل من ده. انت عارف يا استاذ ايمن ان علاء الاسواني ده بيسرق القصص ويترجمها وبعدين طبعا. انت عارف انه هو الصديق للتوربين الله يرحمه، اساله بقى كان صديقه ليه؟ عارف التوربيني؟ ما انا مش عارف، ما عنديش المعلومه دي، لكن التوربيني اللي هو كان بيحدف العالم فوق القطر ده. بس كان بياخده هو عشان تقيل، كان بياخده تحت القطر، بيحدفه تحت القطر. يا ريته كان يعني اتفرم، يا ريته كان اتفرم، يا ريته كان ربنا سهله. عموما انا بتمنى انه زي ما حضرتك كده كابتن فاروق، ومن خلال قناتك وبرنامجك المحترم، انه الشباب من نجومنا الكبار، كابتن احمد حسن، صحيح. كابتن قدوة. كل الناس القدوة دول ان هم يعني يطلعوا ويتكلموا ويخاطبوا شبابنا ويقولوا لهم لا، مفيش بلد من غير جيش، مفيش بلد من غير امن وطننا، اعتزوا بجيشكم، لان هدم جيشنا يعني ان احنا بنسلم اسرائيل صحيح. بلدنا. اسرائيل حلمها الكبير من النيل للفرات، هم وصلوا للفرات بمساعدة امريكا دلوقتي بعد ما يعني دمروا العراق، هو الوطن الغالي والعزيز. محدش يقدر علينا يا استاذ ايمن،
محدش يقدر علينا يا استاذ ايمن ان شاء الله. لا طبعا. وبعدين طبعاً احنا في 3 قنوات هنا، القناه المحترمه اللي احنا فيها دي ربنا يخليك مع العاصمه مع صدى البلد، ان شاء الله ال3 قنوات دول هيتصدوا للاعلام الفاسد إن شاء الله وهيكشفوهم، والله العظيم هيكشفوهم وهيعروهم ان شاء الله. بشكرك يا استاذ ايمن، يعني انا ربنا بشكرك يعينكم يعني. ونتمنى ان حضرتك تبقى متواجد معانا في يوم كده برضه. لا وانا بعزمك في العاصمه، خد بالك يا استاذ ايمن. استاذ ايمن قطع. بسالك نفس السؤال يا كابتن عزمي. ايه قول. السؤال الرياضيين دورهم، هل انت شايفه ان هو اشتغلوا بشكل كويس؟ الرياضيين يعني الأبيضة كان في من يومين الأبيضة ولا المحترمين؟ يعني انت اما تعرف ان واحد ضد بلدك وواحد، يمكن انا كنت بطلب من علاء والذكر الوقت ان يجيبوا لي فيديو، واحمد راح يشوفه لنادر السيد، نفسي يجيبوه لو كانوا جابوه، يقول لك في الاربيز جابوه ولا لا؟ لا لسه ما جابوش. لسه شوف نادر السيد وهو واقف بيقود مجموعه من الشباب وبيهتف فيهم بيقول لهم يسقط حكم العسكر. وجينا في 30 يونيو لقيته في التحرير جرينا وراه، الناس جريت وراه. ما هو الاشكال دي من المنبطحين، ساعه ما يلاقي دولار ولا جنيه بينبطح، واخد بالك، يبيع شرفه، يبيع بلده، يبيع اي حاجه، منبطح عشان الجنيه. الناس دي بتسافر وبتروح وتيجي، تلاقيه النهارده في قطر في قناه الخنزيره، القناه القذره الوسخه دي، تلاقيه قاعد لابس الجرافطه المقلمه البتاع. كان اول امبارح يمكن انت شفت في المباراه. تمام. كان في مباراه ايه؟ الزمالك يمكن. الزمالك الجرافطه البيضاء. وقاعد الاهلي اخد بالك، وقاعد يتكلم ويجي هنا تلاقيه في قنوات برضو اللي عاملين بروتوكول، واخد بالك، مع منظمات اعلاميه يهوديه في امريكا. فطبعا انا يعني الى الان النهارده الرئيس ساب الناس بتشتغل بحريه، الراجل ساب الناس كل واحد يقول اللي يقوله، لكن النهارده كلامه كان واضح. لازم يكون في وقفه. ما تقوليش بقى الرياضي مش رياضي، لا، النهارده فتره كبيره قوي يا كابتن عينيهم على الشرطه. تبص للبرامج، يعني الراجل اللي اسمه محمود سعد ده، محمود سعد كتب تويته كده قال لك ان الناس اللي بتهتف للسيسي هيودوه في داهيه. انا رديت عليه قلت له انت اللي تروح في 60 داهيه. ما حدش بيهتف للسيسي، السيسي ده مطلب شعبي، دي نمره 1. طلع بعدها محمود سعد برضو قال ايه؟ ما هو كان الكلام ده على مسؤوليتي، ما تخافش. لا اتكلم يا كابتن. قال ايه؟ قال لك ان الفساد في العصر في السنه دي بتاع الرئيس السيسي للركب. انا سالته سؤال ما ردش عليا، قلت له طب السنه بتاع الرئيس الجاسوس مرسي الفساد كان لفين بقى؟ للركبه ولا فوق الركبه ولا تحت السره؟ ما ردش طبعا، ما ردش. مش هو ده الناس اللي سايبينها تبرطع في الاعلام؟ مش ده اللي قبض 1,000,000 جنيه وراح مكتب بتاع المبنى بتاع الحريه والعداله اللي في المقطم ده، خد 20 جنيه، خد 1,000,000 جنيه وفضحوه عشان يقف مع مرسي لما كان في الاستوديو يوم الفرز وهو بيرقص، كيفني، اديني، وضبني. مش هو ده؟ مش ده الاعلام؟ مش ده الاعلام بتاعك اللي لسه ما زال النهارده؟ النهارده يطلع يقول لك راجل بياخد 10 مليون ولا 15 مليون جنيه وبيتكلم على الفقراء. انا كفقير اقتنع منه ليه؟ صحيح. اسمعه ليه؟ صحيح. ده كان في التلفزيون، يمكن انس الفقي الوزير السابق ده المحترم ده فضحه في مكالمه تليفونيه انت تعلمها. فاكرها لما قال له انت كنت بتاخد 7 مليون كده وكنت عايز 11 مليون، لما كان بينبطح ويبوس الجزم عشان يعمل حوار مع جمال مبارك اللي هو بيشتم فيه الوقتي. ما هي الناس دي لازم تتفلتر. صحيح. ما هي الناس دي لازم تشوف لها حل. بص يا كابتن، انا حاسس بيك من جواك، لان الحدث بتاع امبارح حدث جلل، وده يعني نتمنى ما هو من ده، ما هو جاي من هنا. طبعا دول ادوات بيساعدوا، دي ادوات ان يوصل الوضع لكده، ان يحصل عمليات ارهابيه بالشكل ده. ما طول ما احنا بنطبطب، طول ما احنا موجودين على الحياد، كل ده وبنشجع. ما هو ده يا كابتن محمد، بنشجع الخلايا دي. لما تلاقي واحد طالع بيدي فرصه، يعني بيخليك تفقد الثقه في نظامك، في دولتك، في رئيسك، في مؤسساتك. الله، في ايه؟ عايز اسالك سؤال يا كابتن، هو لو حد يعني بعد ان شاء الله مش هيحصل حاجه،
المصريين دول هيروحوا فين؟ يفكروا كده، هتروحوا فين؟ انتوا يشوفوا يا اخي، ده ما عندهمش، ده اللي بيعملوا دول ناس عديم الشرف، معاهم فلوس هيسافروا. طب الناس الغلابه هيروحوا فين؟ ما هو النصيبه ان كل اللي عليهم علامات استفهام. ما هو لازم، بص يا كابتن نتكلم بصراحه. اتفضل يا كابتن. مش هما بيشتموا في الجيش وبيشتموا في الشرطه؟ كل الاشكال الوسخه دي بيشتموا في الجيش والشرطه. لو جيت تبص العقده اللي عندهم، الساعه 2:30 3 يرجع ياخد دشه ويلبس ويغير ويتغدى ويريح ساعتين، وبعدين يطلع بالليل خدمات عشان يحمينا لنا المنشآت، يحموا لنا حدودنا، يحمونا. صحيح. واخد بالك؟ طب شوف نفايات الارض بقى، تلاقي الواد دودي دول ولا توحه ولا الناس دي نايم في حضن مامي طول الليل، يقوم الساعه 4 يفتح الفيسبوك يشتم شويه، يشوف انكل علاء الاسواني قال ايه بسمومه، عمرو حمزاوي قال بسمومه، توحه قالت ايه، كل الاشكال دي قالت ايه، ويعلق ويشتم شويه. تكون ماما عملت له الفطار على الساعه 4. شوف النفايات بقى بتعمل ايه يا كابتن. كلامك. تجهز له بقى الفطار بتاعه، اذا كان هوت دوج ولا سوسيس ولا بتاع، ياكل اللي بيحبه، وبعدين يروح نازل على الكوفر يبص في المرايه يقول اعمل بقى الكنيش بتاع اخونا عمرو انكل عمرو، ولا اعمل دي الحصان بتاع توحه. يعمل الفورمه اللي هو عايزها، وبعدين ينزل يدور بقى على ندوه للاخ عمرو حمزاوي بيتكلم على السلطويه والسلطه السلطويه والبطاطس المقليه والكلام اللي هو الجخ اللي هو بيقوله كل يوم، بس مش غلطه. صحيح. غلط اللي بيسيب له مساحه في جورنال يكتب فيه، غلط الدوله اللي بتسيب الجرايد اللي بتبخ سمومها وبتسيب الناس من السجن يكتبوا في الجرايد. بعد ما يقرا الكلام ده، الفيديو جاهز على فكره. إيه؟ الفيديو جاهز لو انت عايز. بس اكمل الحته الصغيره دي. فضل. بعد بقى توتي ده اللي هو نفايات الارض ده، بعد ما راح وعمل كونفيرو يروح يشوف اخونا عمرو ولا الاسواني بالمحاضرات السلطويه بقى. انا لسه كنت عايز بقى اسالك بقى يا كابتن، انت لسه يعني ما اديتنيش اجابه للرياضيين. ما انا عايز اقول لك اهو، بس اخلص الكلمتين دول. بعد الواد ما يروح بقى عمرو يشوف السلطويه والبطاطس المقليه والكلام ده، يروح رايح على البورصه، قهوه البورصه والحتت دي بقى، يقعد يشتم شويه في البلد ويتكلم على الواد اللي اتنزل على الجنسيه بتاعته، يقول يا ريت انا وبتاع. فواحد بيساله يا دودي انت زعلان ليه ونقم من البلد كده؟ يقول له اصل انا تعبان نفسيا ونفسي امشي اتنازل عن جنسيتي وامشي، ده نفايات البلد. ليه يا حبيبي؟ يقول له اصل بالليل وانا مروح بلاقي ضابط جيش او شرطه او فرد جيش او فرد شرطه بيسالوني بطاقتك فين؟ اقول لهم ليه؟ يقولوا لي عشان اعرف انت بنت ولا ولد. ده الفرق بين بقى نفايات الارض وخير اولاد الارض. صحيح. شفت بقى داخلين ليه؟ لان نابليون بونابرت لما جه اتأثر في ابن لقمان عندنا في بلدنا في المنصوره، سالوه قالوا له ازاي الحمله الفرنسيه دي اتكسر؟ قال لهم الشعب ده لا ينكسر الا اذا دخلته لفكره ولوثته افكاره. شوف ده الكلام ده من سنه 600 مش عارف كام. صحيح. فدخلوا على شبابنا، بقول لك بتاع نابليون دي اللي بقى، لان دخلوا على شبابنا بالجيل الرابع. النهارده في جيل خامس اللي هو ايه بقى؟ المفرقعات والاغتيالات. صحيح. دخلوا على الجيل الرابع اللي هو الميديا، وجندوا شويه في مصر اللي بيقبضوا الملايين، ال 10 مليون و15 مليون و20 مليون. ده في قنوات ما فيهاش الا واحد يقعد من الساعه 8 للساعه 5 الصبح. في ايه يا عم محمد؟ في ايه يا عم؟ صحيح. ما تقولوا لنا ايه القصه؟ صحيح. والدوله واقفه تتفرج، شايفين الفيسبوك بيكسر في البلد وفي الدوله وقاعدين تتفرجوا؟ لا، لازم يبقى في وقفه. صح. ولازم وقفه صح. واللي مش عاجبه البلد دي بالاشكال الاوباش دي يغور في 60 داهيه. احنا مش ناقصينهم. صحيح. البلد اللي مش عاجبه نظامنا ومش عاجبه مصر ده يغور في 60 داهيه. وانا اتمنى زي ما قال الاستاذ ايمن بدره ان كل الخونه والعملاء والسفله اللي شغالين بره ضد مصر تسحب منهم الجنسيه. ما لهمش شرف ان يحملوا الجنسيه المصريه. جاوبني على سؤالي برضو اللي احنا كنا ما زلنا فيه. هات لي بس الاول الفيديو. بعد الفيديو اللي هتشوفه. نشوف الفيديو عشان نتكيف. يلا الفيديو يا احمد عشان نصلي صيامنا. ورينا يا عم احمد. يسقط حكم العسكر. هو مش شتات انما هنا من القلب. كلمه واحده كفايه. يسقط حكم العسكر. 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 يسقط حكم العسكر.
يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. كل واحد يقول بقى عنده اول حاجه. تقول لي بقى مؤسسات الدوله. انت يا كابتن كنت طالبه. ايوه انا اللي طالبه مش انت. لا لا لا، انا بقول لك انت طالبه. انا اللي طالبه وانا طالبه برضو. لا ما تطلبوش، انا اللي طالبه. خليك انت بعيد عن القصه دي، انا اللي طالبه. وانا بطلب فيديو تاني يا ريت يكونوا جابوه. في فيديو تاني يا ريت يكونوا جابوه، يكون احمد جابه. في فيديو انا عملته وزعته عندي في برنامج الملف في العاصمه. كابتن دلوقتي اسمه اهل كايرو. هتلاقي الخونه كلها متصورين فيه. هنا الحرامي، هنا الفلاتي، هنا البدله مستخبيه ايه، كل ده في الفيديو. تعليقك يا كابتن على تعليقك على الفيديو وعلى السؤال، ما هو ده من ضمن سؤال. ما هو ده هقول لك ايه، اقول لك ما هو قدامك اهو، قدامك اهو يرتع في الارض فسادا ويطلع بره بيشتغل في ده تمويل قطري، ده قابض، وده ما يشتغلش الا ما يقبض. وهو لعيب برضه كان كده. 3 جوان تخش لو ما فيش فلوس. في فلوس ما تخش. ده الكلام ده على مسؤوليتنا. اللي بيبيع مباراة يبيع بلده، اللي بيبيع كرامته يبيع بلده. اتخذ معاه اي موقف لما يبقى في فيديو زي ده موجود؟ اتخذ معاه موقف؟ حد قال له عيب؟ حد قال له كخ حتى على ايده كده، ضربه كده على ايده؟ حد عمل له كده؟ ما حدش عمل له كده. يعمل زي ما هو عايز، يروح قطر كل يوم، كل يوم جاي من قطر رايح تركيا، جاي من تركيا رايح لندن. ده هو في قناه في انجلترا عشان بتشتم مصر وبيخش مصر. ضابط الجوازات اللي قاعد ده ازاي يسمح له دخل؟ ما يقبضش عليه ليه؟ ما يتسالش ده ليه؟ سايبينه ليه؟ ده رياضي لحم كتافه وكتاف اللي جابوه من خير البلد دي. عايزين نشوف بقى الرياضيين يا احمد وعلاء اللي بيحاربوا الارهاب وبيسافروا اماكن عشان يحاربوا الارهاب. لو عندك الصور هاتها لي. في كتير، انا اقول لك في ناس شرفاء كتير. مثلا الفيديو يا كابتن جاهز لو انت عايز تشوفه برضه بتاع كايرو. يوريها نفهم. المفروض تسقف، يا ريت نفهم بس يا كابتن. المفروض تسقف لما تشوف الاوباش دول كده. يا ريت بس الشعب يفهم، لان في ما زال بعض الشباب ما زالوا ورا ناس من دول. قلت لك داخلين على مخ الشباب. ده حقيقي. انت بتلاقي الشباب يقول لك انا مش لاقي شغل، وقاعد حاطط قدامه السيجاره، علبه السجاير والشيشه والشاي. انت بتتكلم ليه كده يا كابتن؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا. انت بتتكلم، بس قول لي انت بتتكلم ليه كده ومحروق قوي على البلد؟ لان الشباب ده هيضيع. صحيح. شبابنا هيضيع. انت عندك هنا كم مليون سوري. انت مستفيد حاجه طب يا كابتن؟ ولا ليه حاجه، ولا مستفيد حاجه، ولا عايز حاجه. لا انا مستفيد. عايز بلدك يعني. ولا عايز حاجه والله. عايز بلدك. الحمد لله مستوره واولادي زي الفل، مش عايز حاجه الا اولادي واحفادي، مش عايز اكتر من كده. لكن انا عايز حاجه لنفسي. انا خدت المتعه كلها. انا راجل كابتن مصر، سافرت العالم، عضو مجلس اداره، مدير يعني، وربنا كرمنا اخر كرم. عايز ايه؟ عايز بلدي، مش عايز حاجه. مش زي الناس اللي بياكلوا، اللي كلوا الشهد من البلد دي وبخنوها، زي اللي انت شفته بقول لك يسقط حكم العسكر. لا هو منصور. وفي على شكلته من الرياضيين يا كابتن محمد. وانا موقف ابو تريكه، اسمح لي، ابو تريكه الناس بتخاف تتكلم ليه؟ ابو تريكه واجبه ان كان يوعي الشباب مش يحرض الشباب. لما كل الناس زعلانه على الراجل النائب العام المحترم ده هشام بركات، الوحيد اللي ما اتكلمش هو. ليه؟ في ايه يا عم؟ في ايه يعني؟ الحلال باين والحرام باين. ده بلدك يا اخي اللي عملتك يا اخي، اللي اديتك اسم يا اخي. يبقى موقفك ايه؟ في ايه؟ الفلوس ما تعميناش كده. صحيح. الفلوس ما تعميناش كده. ما تعميكش على البلد اللي سبب الخير اللي انت فيه، انت واولادك يا اخي. صحيح. ما يصحش. احنا معانا كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى مصر محترم كله ده، وكان احد الداعمين في حمله لا للارهاب اللي سافروا الاقصر عشان حادثه لا الكرنك. هو وطبعا بعض هو اللي عملها الاستاذ جمال علام. الاستاذ جمال علام انا عارف طبعا كان يعني من الداعيين وكان داعيني، بس انا كان عندي حلقه هنا في القناه فاعتذرت. لكن طبعا كابتن احمد شوبير وخالد بيبو كل الناس المحترمه. كابتن احمد زي حضرتك والبقاء لله يا كابتن احمد. البقاء لله كابتن فاروق وكابتن عزمي طبعا، وكل مصر بتعزي المستشار المحترم هشام بركات، وكلنا طبعا مش راضيين عن الارهاب الاسود اللي كلنا بنشجبه. وان شاء الله باذن الله مصر تبقى بخير، ومصر دايما مفيش حاجه هتخوفنا ومفيش حاجه هترهب، لا قضاه ولا شرطه ولا جيش. مصر اكبر من كل الناس دي.
مصر كبيره قوي يا كابتن، كبيره جدا. اللي الله. يلفها يعرف كده يا كابتن. طبعا. شايف دور الرياضيين عامل ازاي؟ يعني انتوا يعني عملتوا او لبيتوا دعوه استاذ جمال علام بما ان هو من سكان الاقصر او من محافظه الاقصر الجميله، شايفها ازاي؟ والله بنشكر طبعا استاذ جمال علام على دعوته الكريمه، وطبعا الكابتن شبير وكابتن احمد حسن وكل الناس خالد بيبو مش عارف محمد عماره مجموعه طارق مصطفى وانت محترم ابو حميد والله، واسامه نبيل صحيح، وكل احمد الناس ناجي ده محترم. ولاول مره دقيقه واحده استنى انت شويه. هو بيشكر فيك يا كابتن ناجي، كابتن عزمي بيشكر فيك. استنى شويه، كابتن عزمي ده اخويا الكبير استنى شويه، اديني فرصه. انا عايز الراجل ده على انا عايز بس اقول كلمه للكابتن احمد. اقسم بالله انا اعرف هذا الرجل وهو ناشئ الى الان، من الشخصيات المحترمه اللي الواحد بيبقى له الشرف اللي يتعامل معاه. شخصيه محترمه، بيحب البلد وبيحترم بلده، من الناس اللي بتموت في بلدهم، من المحترمين في شغلهم اللي بيحترموا شغلهم وبيحبوا شغلهم. انا بدعي له والله العظيم ثلاثه بالتوفيق هذا الرجل. انا سعدت بيك امبارح وكنت مبسوط جدا ان انا شفتك، وعايز اقول للناس حاجه اللي مش عارفين قيمه عزمي مجاهد. عزمي مجاهد انا طبعا احنا تقريبا من سن واحد او هو اكبر مني سنه ولا سنتين. الكابتن عزمي كان هو فاروق جعفر كره الطايره في مصر، وكان التيشيرت بتاعه رقم 4، وكان من اشهر الرياضيين في مصر. بلاش فاروق جعفر يا حماد. لا معلش لا قيمه كابتن فاروق جعفر في الكوره طبعا. لا حاجه قيمه والله. طبعا، وانت كنت قيمه كبيره، ربنا يخليك. واللي ما يعرفش كده لازم يعرف مين هو عزمي. ربنا يخليك. عايزين بس نعرف كابتن قيمه مصر عند الناس بقى. يعني حضرتك قدوه ومدرب منتخب مصر، يعني انت حضرتك بتمثل مصر وبتقف في السلام الوطني في اي مباراه. لازم نعرف شباب قيمه مصر وقيمه الرياضيين. بالنسبه للرياضيين بالذات يعني. اتفضل يا كابتن. وكانت في افكار مطروحه بالنسبه لافتتاح قناه السويس الجديده ان شاء الله، لانه احنا محتاجين فاروق كابتن عزمي انه صوت شكلنا او الدعم اللي احنا بنعمله ده جوه مصر ما هوش يعني حاجه كبيره قوي، لكن هو المفروض يبقى بره مصر، والناس تعرف بره مصر قد ايه مصر ان شاء الله تبقى امنه وتبقى مستقره وكل حاجه. فاحنا مطلوب يعني او فكره يعني مطروحه ان حد رياضي عالمي او رياضيين عالميين يحضروا افتتاح قناه السويس الجديده. عشان والفكره دي اعتقد دكتور محمد فضل الله بره يعني قدمها بشكل كبير. فضل الله كتب ده انا كتبت ده على صفحتي، والدكتور محمد فضل الله كتب ده على صفحتي. ده مهم جدا الكلام اللي بتقوله ده. احنا زيارتنا للاقصر يا فاروق مهمه وكل حاجه، لكن ما لهاش صدى بره مصر، داخلي فقط. يعني عايزين حاجه اللي يكون ليها صدى بره. تعرف لو احنا الزياره دي عزمنا فيها مثلا نجم عالمي معانا في الاقصر، وجات وكالات الانباء وصورت شافت قد ايه الاقصر مستقره وقد ايه الاقصر بلد فيها تلت اثار العالم وتشوف مستر كوبر وفانتا والجهاز الفني الاجنبي كان قد ايه مبهور، وزوجاتهم كانوا قد ايه مبهورين. ولما نقول لهم الحجر ده عمره 4000 سنه وكذا، والميه المقدسه في الاقصر كان قد ايه انبهارهم. تخيل بقى لو معانا او حتى استغلنا مستر كوبر نفسه لانه مدرب عالمي برضه، وجبنا وكالات انباء او جبنا حد او جبنا لاعب حالي عالمي ايا كان، حتى لو ندفع له مبالغ والصور دي تتشير على وكالات الانباء، كانت هتبقى حاجه مهمه جدا. فكره مهمه جدا طبعا يا كابتن. فهي الفكره دي لازم تبقى في يعني موضع دراسه كابتن عزمي بشكل جاد جدا. وانا عارف انت عايز يبقى لنا دور، عايزين يا كابتن احمد يبقى للرياضه دور. الى الان ما لهمش دور. الرئيس قال ان ده امن قومي، عايزينها نحسس مصر ان الرياضه فيها امن قومي فعلا. مش نتخانق على لاعب، مش نقل ادبنا على بعض، لا كلام ما يصحش، كلام ما يصحش. احنا عايزين يا كابتن عزمي بما يعني لكم من اتصالات، وعارف ان انت طبعا اتصالاتك قويه. الفكره دي لازم توصل لاعلى مستوى، ان احنا في افتتاح قناه السويس الجديده على الاقل يبقى في شخصيه رياضيه عالميه او ممثل عالمي، او يجذب وكالات الانباء ان هي تنقل الحدث. او اذا كنا في زياره الاقصر او في زياره لاسوان او في زياره لشرم الشيخ بنعمل لا للارهاب او وقفه ضد الارهاب، يكون في حد عالمي وفي وكالات انباء، بحيث ان الناس بره هو ده اللي هيجذبهم، هو ده اللي هيقول ان مصر ده اللي هيرجع السياحه. احنا بنروح نعمل وقفه
متواضعه جدا، لكن مش هو ده اللي احنا عايزين. هو فكره يا كابتن هايله ويا ريت تتنفذ، واحنا بنناشد ان احنا رياضيين احنا محتاجين برضو نشارك ونبقى داعمين للدوله في افتتاح قناه السويس، لان ده حدث مهم جدا للاعلاميين. نتمنى ان شاء الله تبقى دعوه كده موجوده بشكل كبير للرياضيين، لان احنا يعني فعلا في قدوه مفروض احنا من خلال الناس. فاروق، وبكرر تاني مره تعزيه للمستشار المحترم هشام بركات اللي قدم روح، انا كتبت كده على صفحتي انه قدم روحه فداء لاستقرار الوطن، وهو مش الاول ومش الاخير اللي هيقدموا روحهم، كلنا مستعدين نقدم ارواحنا عشان استقرار وطننا ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، ورمضان كريم يا كابتن في نفس الوقت. انا عايز بس الخص عشان ما فيش وقت. قول يا كابتن، اتفضل. اولا يعني الدوله لسه سايبه بعض المنظمات زي 6 ابريل مثلا. تمام. 6 ابريل وقت بتعمل ايه يا ابو الكباتن؟ عندهم واد اسمه هيثم محمدين بينسق مع الجماعه الارهابيه، وبيروحوا الارياف والنجوع يقولوا الفقر وزياده الغلاء والكلام ده، مرصود هذا الكلام. في واد شغال مع المخابرات يا كابتن؟ اسمعني طيب اسمعني. ماشي. في واحد اسمه جمال عيد، ده محامي حقوقي. جمال عيد عمل جريده في الصعيد، واخد بالك، سماها بلدنا. بيتحدث فيها مع الشباب الصعيدي من خلال ان الدوله مهمشه الصعيد ومش مهمشه الصعيد. شوف الميديا اللي الصعايده يا جدعان يا كابتن، رجاله، ما هو مش هيخش عليهم الكلام ده بالظبط كده. وعامل لهم مكتبات، بيفتح مكتبات وبتاع قصه كده، لانه ممول تمويل كويس. طبعا هم كانوا 10 رمضان، كانوا الكلام ده انا كاتبه من اسبوع من 10 رمضان عايزين يعملوا مشكله، وكانوا بيفكروا، بس الشرطه افسدت لهم الجماعه دي. كانوا بيفكروا ان هم يجيبوا اعداد كتير جدا منهم في صلاه التراويح عشان يعملوا اعتصام مسلح. فشل هذا. عايزين الوقت في الفتره دي كمان لما هيضيق عليهم الخناق، انا بقول لك الكلام ده اللي بيفكروا فيه الجماعه الوسخه الارهابيه دي، عايزين يفتعلوا مشكله مع المسيحيين، الاخوه المسيحيين، ويعملوا فتنه طائفيه، يا اما بالاعتداء على الكنائس، يا اما بعمل مشكله وتصعيدها. انا اللهم بلغت اللهم فشل، عشان يعرفوا ايه الوضع. كمال الهلباوي بقى العضو بالمجلس القومي لحقوق الانسان، في علاقات مع التنظيم الدولي للاخوان، وعايزين ينشئوا جمعيات خيريه اللي هي بتتمول من بره. عموما انا عايز اقول لك حاجه بعد اللي قاله الرئيس النهارده، لا تعليق، واحنا بدايه جديده من النهارده كل مصري حر يعرف ان في اخواني قذر جنبه يجيبوا من قفاه. صحيح. ويبلغ عنه. انا برضه يا كابتن ختاما معاك وبقول اهو، انا اللي بقوله يعني، انا المفروض اسالك سؤال بس انا بجاوب عليه، ان مفيش حاجه اسمها توقف للدوري تاني، وزي ما انت قلت سياده الرئيس قال الرياضه امن قومي والكوره امن قومي، بس الى الان الى الان يا حماده الرياضه مش امن قومي. بنتخانق عشان لعيب، بنشتم بعض، بنهزق بعض كل العالم، ولكن لازم احنا عايزين برضه عايزين الوسط الرياضي ينظف نفسه. صحيح. ويفلتر نفسه، ويبقوا للرياضه كلمه، وللرياضه تبقى امن قومي. انت عارف معنى الرياضه امن قومي يعني ايه؟ يعني بتساهم في السياحه وفي الاقتصاد وفي كل المجالات يا ابو حميد. صحيح يا كابتن. ما ينفعش ان الرياضه تبقى مقتصره على صراع بين الاهلي والزمالك على لعيب، او مين كسب الدوري ومين خسر الدوري. الرياضه لها مفهوم كبير جدا. صحيح. مفهوم كبير جدا لما تتكلم على الامن القومي بما يشمله من معنى، تلاقي ان الرياضه بتساهم في كل شيء في الدوله. صحيح. اقتصاد الدوله. الله. صحيح. وربنا يكرم كده في شبابنا. يا كابتن بشكرك، يعني طبعا البقاء لله مره تانية في السياده المستشار ودم المستشار هشام بركات في رقبه كل مصري. صحيح. بالاخر. صحيح يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. كل سنه وانت طيب. وبشكر استاذ علاء ابو الحاج واستاذ محمد ذكر واستاذ احمد البرجاوي، وان شاء الله استنوني في كوره لايف ان شاء الله الجمعه اللي بعد القادم ان شاء الله. انا طالع اعمل عمره، فاستنوني بقى ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله.